في أجمل أيام في السنة اهتمامي بعيلتي أهم حاجة عندي حتى في أبسط الحاجات. ومن بعد المقاطعة طول الوقت بندور على منتجات تكون متوفرة وسعرها حلو، وأهم حاجة إن جودتها تكون عالية، وده بالظبط اللي لقيته في شاي الورد. فقولولي إيه أحلى من إننا نقعد نتجمع ونتلم كلنا كده سوا في قعدة حلوة بعد الفطار أو في السحور، بعيدا عن إن أنا ووليد أساسي في يومنا كوباية شاي الخمسينة في رمضان، وفي أي وقت بعد الغدا لازم نظبط الكلام بخمسينة. انا كمان مفيش حد شربه عندي الا وسالني بتجيبي نوع شاي ايه، وطبعا بقول لهم على الورده بكل انواعه. وما ان الوقت في رمضان دايما زحمه ما بين تجهيزات وتحضيرات وشغل في البيت وبره البيت، محتاجين نروق على نفسنا، وعشان كده اكتر حاجه بتظبط الدماغ بعد الفطار وفي السحور هي كوباية شاي من الوردة. عارفين طعم الشاي الأصيل بتاع زمان؟ هو ده بالظبط اللي هتحسوه مع كل بقة هتاخدوه. ويا سلام بقى لو جربتوه مع اللبن، هينسيكوا طعم أي شاي بلبن دقتوه قبل كده. كل سنة وانتوا طيبين.